السلام عليكم. يرتقب أن تستمر الوضعية الجوية بالمغرب على المنحى نفسه خلال القادم من الساعات، مع توقعات بنزول تساقطات مطرية وثلجية ما بين يوم غد الجمعة ويوم الاثنين المقبل بمجموعة من مناطق المغرب، موازاة مع استمرار درجات الحرارة في الانخفاض. وكشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية ضمن نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي عن توقعات تخص تسجيل تساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1500 متر من يوم السبت إلى يوم الاثنين المقبل. من المرتقب أن تتراوح ما بين 20 و40 سنتيمترا بعمالات وأقاليم أزلال وبني ملال وتنغير والحوز وورزازات، وبين 10 و20 سنتيمترا بعمالات وأقاليم إفران وبلمان والشيشاوة وتارودانت. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وشكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء.